التعشيق من أجمل فنون الخراطة، وهو دمج خامتين مع بعض في مصباح واحد. والتعشيق فيه مجموعة من الأمور الفنية اللي إذا سويتها بيكون المصباح صلب وحلو. لأن مشكلة التعشيق إنه أحيانا بس يحطون صمغ بين القطعتين، يعني يجيب لك مثلا قطعة ماموث وقطعة فيل ويحط بينهم صمغ ويخرط، فطبيعي إنه هو مع أقل شيء إنه ينكسر المصباح على طول. لكن إحنا نسوي شيء يسمونه كويلة، ما أعرف والله شنو ممكن إنه تسمونه، اكتبوا لنا في التعليقات. الكويلة عبارة عن إن أنت تطلع ميل من الخامة الأولى وفي ميل من الخامة الثانية بحيث إنه يكون التعشيق قوي، وطبعا لا شك إن أنت تستعمل معاهم الصمغ. هذه نقطة مهمة في عملية التعشيق. النقطة الثانية إن أنت تخلي مكان التقاء الخامتين نخليه دائما عند تفسيره أو عند نقطة، بحيث إن في الخراطة ما يبين مكان اللي التقت فيه الخامتين مع بعض، فيكون تيود المصباح ما تلاحظ كلش إن في أي نوع أي صمغ أو أي مثلا تعشيق أو أي شيء صاير في المصباح. وهذا يبين أكثر شيء إذا كان التعشيق من نفس الخامة. إذا كانوا خامتين مختلفات يكون شكله حلو، لكنه أسهل شوي من إن تكون من نفس الخامة. هني أيضا يكون في نقطة إضافية لازم تزيدها، هي أن أنت تطابق عروج الخامة. فما يصير تجيب مثلا خامة شوي غامجة وتحطها تعشقها مع خامة شوي فاتحة. مثلا في الكوك تحط خرزة الشاهد تكون شوي غامجة وتي على باقي الشاهد تخليه فاتح، أو العكس.